السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم كريم الجزار. في الفيديو الاولاني من تطبيق تلاو فلو احنا شرحنا ايه فكرة التطبيق وايه الهدف من تطبيق تلاو فلو. في الفيديو ده ان شاء الله، ده الفيديو التاني، هنشرح ايه الادوات اللي هنستخدمها وايه فايدة كل اداة، بحيث ان شاء الله نحاول نطلع او نحقق الفكرة بتاعتنا من مجرد كلام على ورق لمنتج نهائي نقدر نستخدمه باذن الله. طيب، لو انت مثلا عندك فكرة مشروع، انت ممكن تقعد تتكلم مع شات جي بي تي او جيميناي او كلود لحد ما توصل لتفاصيل نهائية للمشروع بتاعك، او توصل لحاجة اسمها بي ار دي. وبعد كده تبدأ تبعت لكلود كود، او تاخد البي ار دي ده تديله كورسور او كلود كود، وهو يبدأ ان هو يشتغل على المشروع. فده ابروتش كويس جدا وافضل كمان من الفايب كودينج. الفايب كودينج انت بتقول له مثلا انا عايز اعمل مشروع لبيع منتجات اونلاين، وهو يبدأ بقى يألف من دماغه. فهو طبعا ما بيبقاش عارف انت عايز ستايل معين، عايز الوان معينه، عايز خط معين، هو مش عارف الكلام ده كله طبعا. انما الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي كويسه جدا. على الاقل انت مثلا هي حاجه تبع الفايب انجينيرنج اكتر، ان انت بتبدا ان انت تحدد المواصفات اللي انت عايزها، ويبقى عندك بي ار دي او برودكت ريكويرمنت دوكيومنت جاهز في كل التفاصيل اللي انت عايزها، بحيث لما تشتغل، لما تدي الاي اي يبدا ان هو ايه، يشتغل عليها ويطبق كل حاجه فيها. طيب، في حاجة أفضل كمان من الطريقة ديت. إيه الأفضل منها؟ إن أنت تعمل حاجة اسمها سبيك دريفن ديفلوبمنت. طيب، سبيك دريفن ديفلوبمنت ديت وظيفتها إيه؟ وظيفتها إن هي بتاخد الفكرة بتاعتك بتاعت المشروع، وتبدأ إن هي تبدأ تسألك أسئلة كتيرة جدا. عايز مثلا تستخدم ألوان إيه؟ عايز تستخدم خطوط إيه؟ طب إيه الإي بي أي اللي هتستخدمها؟ لو انت، ودي افضل حاجه تقدر تستخدمها لو انت عارف ايه المنتج النهائي اللي انت عايز تستخدمه. يعني انا مثلا عارف ايه الاي بي ايز اللي انا هستخدمها مثلا مع تلاو فلو، ايه الخط اللي انا عايز استخدمه، ايه الالوان اللي انا عايز استخدمها، ايه مثلا الصور ده هجيبها منين، الفيديوهات هجيبها منين، هكذا. فانا عارف المنتج النهائي هيبقى عامل ازاي، وايه الاي بي ايز اللي انا هستخدمها. فسبيك دريفن ديفلوبمنت هيبقى افضل حاجه. وحاجه كمان ان هي بتوفر عليك وقت ومجهود كتير جدا. يعني انت لو انت مثلا، لو خدنا مثلا الطريقه التانية اللي انت بتاخد البي ار دي وتبعته مثلا الكورسر يفضل كل شويه مثلا ما يطلعش النتيجه النهائيه اللي انت حاببها. فانت تقول لا استخدم خط كذا، لا ده معرفش المشروع هنا مش شغال، لا ده الويب سايت هنا ما بيشتغلش بشكل كويس. انما لو انت استخدمت سبيك دريفن ديفلوبمنت، هو بيبدا اصلا ياخد بعد ما بيفهم المشروع بتاعك كله، بيبدا ان هو يقسمه لك على هيئه مايلستونز او فيزز صغيره، وكل فيز تحتها تاسكات اصغر صغيره جدا، بحيث مثلا الكلود كود او كورسر يقدر ان هو بسهوله يقدر ياخد كل تاسك ويبدا يشتغلها. حتى التاسكات ديت لو ملهاش علاقه ببعض او مش مرتبطه على بعض، ممكن ان هو ياخد كل تاسك ويشتغلها بشكل منفصل، بارل او في نفس الوقت، يشتغلوا في نفس الوقت، بحيث يخلي لك المشروع يشتغل بشكل سريع جدا. انما لو انت مثلا عندك بي ار دي، والبي ار دي ضخم جدا وفيه تفاصيلها كتيره جدا، ممكن الكونتكست ويندو بتاعت الكورسر مثلا او بتاعت كلود كود ممكن تتملى. تمام. وبالتالي في لما بيبدا بقى ان هو الكونتكست ويندو بتاعته تتملى، يبدا ان هو يوقع تفاصيلها كتيره من المشروع، وبالتالي ده اللي بيحصل بقى ان انت دايما تقول لا ده كده غلط، لا طب صحح كذا، طب اعمل كذا. انما في السبيك دريفن ديفلوبمنت ما فيش الكلام ده. تمام. انت بيبقى عندك كل التفاصيل وكل حاجه مكتوبه وكل حاجه منظمه. وكمان الميزه كمان ان هو بيعمل بارل ايجنت. يعني كل تاسكايه مثلا بيشتغل عليها او كل حاجه جديده ممكن يعمل لها ايجنت مخصوص بكونتكست ويندو جديد، عشان اصلا هو الايجنت الجديد اللي هيشتغل على التاسك ده مش مضطر ان هو يعرف كل حاجه عن المشروع، هو مضطر بس يعرف تفاصيل التاسك اللي شغال عليها، ايه الاي بي ايز مثلا اللي هيستخدمها في التاسك ديت، ايه السكسس ريت، او ازاي مثلا نقول ان التاسك دي فعلا كومبليتد، ايه الكريتيريا بتاعتها، او ايه الكونديشن او الحاله اللي نقول فعلا التاسك ده كومبليتد، وهكذا. فبيبقى كل واحد مهتم فقط بالتاسك اللي شغال عليها، مش مهم بالنسبه له بقيه المشروع او اي حاجه، فبالتالي التاسك بتطلع لافضل جوده وافضل خامه انت محتاجها يعني. فده باختصار يعني ايه السبيك دريفن ديفلوبمنت. وفي ادوات كتيره جدا او فريم وركس كتيره ممكن نستخدمها، من ضمنهم الجي اس دي. تمام. جي اس دي ديت يعني افضل حاجه ممكن تستخدمها، خصوصا لو انت سولو ديفلوبر. يعني اللي عمل الفريم ورك ديت اصلا هو سولو ديفلوبر. لو انت مثلا عندك فكره مشروع وعايز تطلعها بسرعه، بس انت عندك فكره يعني تخيل نهائي عن صوره المشروع، فالجي اس دي هتبقى افضل حاجه. تمام. هي في ادوات تانية زي البي ماد والسبيك كيت هنشرحهم دلوقتي ان شاء الله. بس الجي اس دي انسب حاجه لو انت عندك تصور نهائي للمشروع يعني. طبعا هو هنا طبعا في هو شرح الدوكيومنتيشن بتاعت الاداه، ازاي تستخدمها، ازاي تضيفها مثلا عندك على كلود كود، ازاي مثلا اول حاجه تبدا بها ايه، تاني حاجه هكذا.
وان شاء الله يعني في الفيديو الجاي باذن الله هنبدا نستخدم الاداه ديت بشكل كبير جدا في عندنا على المشروع، وهنبدا نطبق الخطوات ديت فعلا بشكل عملي باذن الله. طيب طبعا انت ممكن تيجي هنا تلاقي اليوزر جايد عندك، تقدر تشوف مثلا بيشرح كل حاجه، ازاي بيقسم التاسكات، ازاي بيتعامل مع الجيت، ازاي مثلا بيعمل برانشز ولا ما بيعملش، ازاي مثلا بارل ايجنت او الاي اي ايجنتس ازاي بيعمل لهم اوركستريشن او بينظم الشغل ما بينهم. فاداه كويسه جدا. طيب الاداه التانيه اسمها سوبر باورز. سوبر باورز وظيفتها نفس وظيفه جي اس دي، بس يعني ممكن اقوى شويه. تمام. بتستخدم حاجه اسمها تي دي دي، اللي هو تيست دريفن ديفلوبمنت، اللي هو ما بتبداش اصلا بالكود، لا هي بتبدا باليونت تيست. يعني هو بيكتب يونت تيست مثلا ان هو عارف يعمل كونكشن على ان سبلاش ولا لا، فيكتب يونت تيست، وبعد كده يبدا يكتب كود يعمل فيريفيكيشن او يحقق اليونت تيست ده. طب الكود غلط، يبقى اليونت تيست هيبقى فيل، فبالتالي يبدا يصحح في الكود ويرجع يشتغل تاني، فهتبقى دي سايكل كامله بيفضل شغال فيها لحد ما المشروع كله ينتهي. تمام. طبعا في ناس بتقترح، يعني دي طبعا وجهات نظر، كل واحد له وجهة نظره مختلفة. في ناس بتقول مثلا لو انا المشروع بتاعي لسه في البدايات، انا مش لازم ان انا استخدم يونت تيست، عشان خاطر اليونت تيست هيبقى الموضوع مرهق، وكل مثلا كوميت او كل حاجه بعملها على الجيت هاب او كل فيتشر اضيفها لازم ارن التيستس كلها واتاكد ان كل حاجه شغاله تمام وكده، فده هيأخرنا اكتر. انا عايز اشتغل بسرعه وعايز اجيب فيتشرز بسرعه، وبعدين لما المشروع بتاعي يكبر او الاقي ان المشروع بتاعي راضيني في يعني ال الحاله بتاعته دلوقتي مرضيه بالنسبه لي او كويسه، فانا هبدا اطبق اليونت تيست. طبعا ده وجهات نظر. في ناس تقول لك لا، انا من اول ما ابدا خالص المشروع لازم يبقى عندي يونت تيست، ولازم كل فيتشر اضيف فيها يونت تيست عشان يبقى كل حاجه شغاله بشكل كويس. فانت ليك مطلق الحريه يعني. تمام. فطيب في اداه تانية، في اداه تانية اللي هي طبعا سبيكت، طبعا من العملاق جيت هاب. تمام. الاداه ديت نفس الكلام برضك، بس الاداه ديت بتبقى افضل اكتر لو انت بتشتغل مثلا في كوربت او شركه كبيره، او شغال مثلا على مشروع فيه اكتر من شخص شغال عليه في نفس الوقت، فسبيكت بتبقى افضل حاجه في الموضوع ده. طب ليه اشمعنى سبيكت؟ عشان خاطر هي حتى في البدايه خالص هي بتقول لك اديني الكونستيتيوشن بتاع الكونستيتيوشن زي الدستور او الحاجات اللي انا عمري ما هخالفها. فمثلا ممكن يبقى في شركه لها مثلا طريقه معينه في التعامل مع البول ريكويست، ازاي مثلا تكتب كود كويس، ازاي مثلا لما تيجي تضيف فيتشر مثلا ولا حاجه عندك تعمل بي ار مثلا او بول ريكويست على الجيت هاب، ازاي يبقى مثلا الديزاين بتاعها. لا احنا مثلا ايه السيم بتاع التطبيق، كل الكلام ده اللي هو حاجات اساسيه ما ينفعش تتغير، فانت بتحطها في الكونستيتيوشن هنا. تمام. فالسبيكت كويسه جدا في الموضوع ده لو انت عندك مشروع كبير او شغال في شركه كبيره او كده، او انت مثلا عندك مشروع قديم وانت مثلا حابب انت تضيف عليه اكتر، ممكن سبيكت تبقى كويسه جدا. تمام. حتى تلاقي في يعني مبرمجين عرب كتير بيشرحوا سبيكت وشرحهم كويس جدا يعني، اللهم بارك. طيب اخر واحده بي ماد. بي ماد برضك نفس الكلام، سبيك دريفن ديفلوبمنت برضك، بس اللي بتعتمد على الاجايل. فنفس الكلام برضك بتاعت سبيكت، لو انت المشروع بتاعك برضك ضخم ومحتاج مثلا فيتشرز كتيرة وفي اقسام كتير جدا في المشروع، فانت ممكن تستخدم البي ماد ميثود. الوظيفة بس بتاعت الاجايل انت ممكن تستخدمها لما المشروع يكون ضخم جدا. تمام. يعني انت مثلا ممكن اول حاجة يعني، ده اللي انا بقترح يعني، انت ممكن تبدا لو انت عندك اول حاجه في المشروع بتاعك او لسه بتبدا، ممكن تبدا مع جي اس دي. تمام. وبعد كده لما المشروع يبدا يكبر اكتر واكتر، لو لقيت ان الجي اس دي مش قادر يعني يواكب التغيير اللي بيحصل في المشروع، وبيبقى بدا فيه هلوسه كتيره او الحاجات ما بقتش منظمه، ممكن بعدها تبدا تعمل شيفتنج على بي ماد ميثود او تعمل شيفتنج على سبيكت. تمام. فده اقتراح يعني. طيب ده باختصار الفرق ما بين الادوات كلها اللي احنا شرحناها. فاحنا ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله هنبدا نستخدم جي اس دي، ونشوف ازاي نبدا نعمل لها سيت اب، وازاي نبدا نستخدمه في المشروع بتاعنا، وازاي هنديله مثلا مواصفات المشروع بحيث يطلع لنا حاجه كويسه باذن الله. طيب اخر حاجه طبعا احنا عايزين نضيفها هي استرال بلجن. استرال شركه مهمه جدا بتعمل ادوات مهمه في بايثون، زي يو في ورف وتي واي. الادوات ديت مهمه جدا في بايثون. ليه؟ يعني اداه مثلا زي اليو في دي بتبقى يعني زي حاجه زي بديل البيب، بحيث تقدر ان انت تضيف كل المشاريع بتاعتك وكل المكتبات اللي انت محتاجها باستخدام يو في،
بحيث لو انت بعد كده هيبقى هتشارك المشروع ده مع حد، يقدر ان هو يقدر يرن المشروع كله بسنجل كوماند اللي هو يو في رن، ويرن المشروع. ف وفيها فيتشرز كتيره جدا الصراحه. وفي اداه تانية اللي هي رف، ده بتساعدك مثلا ان الكود بتاعك يبقى تبع الكونفنشن او العادات المهمه بايثون دوت اورج بتنصح بها. تمام. زي مثلا ان تستخدم مثلا في لما تيجي تعمل فاريبل لازم تحط مثلا الهنت بتاعه او التايب هنتنج بتاعه. لو انت مثلا بتعمل فانكشن معينه لازم الفانكشن بتاعتك مثلا ما تزيدش عن 50 سطر. لو في كود ريبيتد لا يقول لك الكود ده ريبيتد في اكتر من مكان، يعمل له ريفاكتورنج هكذا. لو في امبورتس مثلا مش مستخدمه يقول لك امسح الامبورتس ديت هكذا. فرف مهمه جدا الصراحه. وتي واي نفس الكلام، يعني لو انت مثلا في كود انت كاتبه غلط، او في مثلا فاريبل انت مستخدمه مثلا باسم معين، وبعد كده جيت انت بعدين استخدمته بس بالاسم بتاعه غلط، فممكن ينبهك على الموضوع ده. طيب ايه الفكره من الادوات ديت او البلجنز ديت اصلا، وليه ما استخدمش مثلا كود مباشره؟ يعني انت ممكن مثلا يكون عندك فولدر فيه ملفات بايثون كتير، وممكن تقول له كود اقرا الفولدر ده، ولو في اي اخطاء صححها، ولو في مثلا اي كود محتاج ريفاكتورنج يعمل له ريفاكتور. ده كويس جدا. بس فرضا انت عندك مثلا 100 فايل، وكل فايل فيه مثلا 100 سطر، فانت كده تقريبا عندك 10000 سطر. فطبعا ده ممكن يعني كود لو هيقرأه على مرة واحدة فيبقى في مشاكل. ممكن الكونتكست ويندو بتاعته يتملى بسرعة. ممكن برضك كود يسقط منه شوية حاجات، او يعني يهفو عنه شوية حاجات. ف فده المشكله بتاعته. انما لما انت تستخدم مثلا ادوات زي رف او تي واي، لا دي حرفيا ادوات ادوات كمبيوتر، يعني هتديك نفس الاوتبوت كل مره. ماشي. انما على عكس كلوك كود ممكن مثلا تشغله تقول له مثلا اعمل ريفاكتورنج للفولدر ده فيعمله بشكل كويس. ممكن نفس الفولدر لو انت عملت رن على كلوك كود مره تانية، تمام، بنفس الفايلات بتاعت المره الاولانيه، هي ممكن يديلك اوتبوت مختلف تماما، وممكن يكون الكود مش احسن حاجه. انما استرال التولز بتاعتها والادوات بتاعتها لا، هي عباره عن يعني ادوات كمبيوتر. انت عارفين لو عملت لها رن على نفس الفولدر اكتر 100 مره هي بقى نفس الاوتبوت نفس كل مره. فانت بتدمجها مع كلوك كود، بحيث لما كلوك كود مثلا يجي يخلص مثلا التاسك بتاعته، تقول له اول ما تخلص كل تاسك بتخلصها اعمل رن للرف على الفولدر عشان لو في اي اخطاء تصححها. فراف مثلا يقول له في هنا الفانكشن هنا دي كتيره جدا او طويله جدا، فيها 300 400 سطر، يعمل لها ريفاكتورنج. فيخش كلوك كود يعمل ريفاكتورنج، وهو عارف الفايل اسمه ايه والفانكشن اسمها ايه والسطر اللي يبدا يشتغل فيه اسمه ايه. فده بيوفر كونتكست كتيره جدا على كلوك كود، بحيث ان هو مش محتاج يقرا الملفات اصلا. هو محتاج بس يعرف فين الملف وفين السطر اللي يبدا يشتغل عليه، فيبدا يشتغل يقرا بس الجزئيه اللي فيها مشكله ويبدا ان هو يصححها. فممكن ان شاء الله بعدين في المستقبل نشرح اكتر ايه الفرق ما بين اليو في والرف والتي واي، ونعمل حتى مشروع بسيط كده ان شاء الله نطبق عليه الادوات ديت، وتشوف فعلا ازاي ممكن تفيدك كتير جدا في المشروع بتاعك ان شاء الله. بس فطبعا اخر حاجه في حاجه اسمها بلجن. البلجن ديت ممكن حتى تلاقيها قررناها في الادوات التانية زي بي مات وسبيكت. البلجنز يعني هي عباره عن حاجه زي كونتينر كده في السكيلز بتاعتك، وفيها الايجنتس، وفيها الام سي بيز، وفيها كل التولز اللي الايجنت بتاعك محتاج. طبعا احنا ممكن بعدين ان شاء الله في الفيديو في المستقبل نشرح ايه الفرق ما بين الايجنت والفرق ما بين السكيلز والام سي بي والرولز وكل الكلام من ده. بس يعني ان شاء الله لو شرحت الكلام ده في المستقبل هتلاقي لينك الفيديو ده باذن الله تحت في الديسكربشن. طيب هو البلجن ده زي ما قلت لك كونتينر فيها كل الملفات اللي الايجنت بتاعك محتاجها، بحيث مثلا لما يجي كلوك كود يقول له مثلا رف استرال داش اس اتش وبعد كده مثلا رف، ويعمل رن على فولدر معين، الكوماند يشتغل فعلا. تمام. ما بقاش مثلا في باكج ناقصه او الرف مش بيعمل لها انستول او اي حاجه من الحاجات دي. لا، كل حاجه هو محتاجها موجوده في البلجن ديت. حتى ازاي يستخدم البلجن ديت، وازاي يستخدم مثلا رف، ايه افضل ايه الكوماندز اللي موجوده في رف عشان يستخدمها. فالبلجن بيبقى فيها كل حاجه حرفيا، بحيث تقدر تعمل لها انستول بتو كوماندز، اللي هو الكوماند ده وبعد كده تعملها انستول هنا وخلاص كده انت عندك السكيلز ديت او البلجن ديت موجوده عندك في كلوك كود، تقدر تستخدمها مع اي مشروع موجود عندك. بس فده باختصار يعني الفيديو بتاع النهارده، وايه الادوات اللي ممكن نستخدمها ان شاء الله في المشروع بتاعنا. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدا نستخدم الجي اس دي ونطبقها على المشروع بتاعنا ان شاء الله، ونشوف ازاي نبدا معاها خطوه بخطوه. فانتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.